من أكثر قصص القرآن رعبا هي قصة أصحاب السبت. لو فكرت في القصة بعقلية أيامنا هذه ستشعر أنهم لم يرتكبوا جرما كبيرا. أمرهم الله سبحانه وتعالى أن لا يصطادوا يوم السبت، وما حدث أن السمك أصبح يغيب طوال الأسبوع ويأتي فقط يوم السبت. أما ما قاموا به ليس الاصطياد يوم السبت الذي حرم عليهم، بل كانوا فقط يلقون شبابكهم أو شباكهم يوم الجمعة ليلا ثم يسحبونها يوم الأحد صباحا. لو فكرت فيما فعلوه بعقلية اليوم ستجد أنهم لم يرتكبوا شيئا كبيرا، لكن الله غضب عليهم ولعنهم، يعني أخرجهم من رحمته وجعلهم قردة خاسئين. كل هذا لأنهم التفوا وتحايلوا على أوامر الله سبحانه وتعالى. كم منا اليوم يعيش بعقلية التحايل والالتفاف حول أوامر الله الصريحة والواضحة؟ الربا أصبح فائدة، والرشوة إكرامية، والخمر أصبح مشروبات روحية والعياذ بالله، والنميمة أصبحت ما لا نحب أن نسكت عليه، أي هي نميمة ويعتبرونها أنني أحب الصراحة وما إلى غير ذلك. والعري أصبح حرية، ومن لا يصلي يقول الدين معاملة وسلوك، والإيمان في القلب، والذي يجمع الصلاة كلها قبل أن ينام، والحجاب الذي أصبح موضة إلى آخره. المصيبة أن يكون ربنا غاضب علينا، أو حتى أننا خارجين من رحمته ونحن لا نشعر، بل ونعتقد أننا أولياء الله الصالحين. آن الأوان أن نتعامل مع ربنا، رب عظيم يأمر فيطاع. الله سبحانه وتعالى يقول: ما لكم لا ترجون لله وقارا، ويقول: وما قدروا الله حق قدره، ويقول: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم.